السلام عليكم البنات. غادي نبارطاجي معكم خبيزات ديال الشعير. يا سلام، واحد النسمه طالعه منهم بحال واخدينهم من السوق. شوفوا ليا الرطوبيه ولا شويه، شوفوا كيفاش كيجيو من الداخل مع واحد الكويز ديال اتاي، زيت الزيتون وكذلك الزيتون الكحل وشويه ديال العسل. يا سلام يا البنات، فطروا بها، صحي مشبع، ومن غير هادشي انه فيه بزاف ديال المنافع وفيتامينات. لوكور ديالنا ما فيهش حتى نقطه ديال الدقيق الابيض. هنا غادي نحتاجوا الدقيق ديال الشعير، عندي 300 غرام. الدقيق ديال الشعير دائما كتعرفوه من اللون ديالو، تيكون مايل للكري، اللون ديالو تيكون هكا كري خفيف. وهنايا عندي 300 غرام ديال الدقيق الكامل، حتى هويا اللون ديالو تيكون مايل صفوريه. فيهم النخاله ديالتهم هذيك الرقيقه، ما الا كنتو شريتوهم ولا كان عندكم فيهم النخاله الغليظه خاصكم البنات تغربلوهم. انا كنشريهم جاهزين، تيكونوا ديجا محيدين منهم النخاله. درت هنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين مع معلقه ديال العسل، المهم اي نوع العسل عندكم، وشويه ديال الماء دافي. كنخلط داك الخميره مع داك العسل وداك الماء حتى كتذوب ليا مزيان وكتبان لكم انها بدات هكا كتفاعل. كنبقاو نزيدوا الماء بالتدريج، الماء دافي بطبيعه الحال. بالنسبه للبنات اللي ما غاديش يبغيو يعجنوا بيدهم، لان الدقيق ديال الشعير كيلصق في اليد، ولكن راه ما تيعذبش، راه طريقه سهله، لانه هو ماشي بحال الدقيق البيض. الدقيق البيض كيبغي يدليك، كيطيح الكتاف، كيبغي يدليك. اما هذا ديال الشعير والدقيق الكامل ما كيبغيش يدليك، كيبغي غير يتجمع باليدين. انا كنزيد له الماء، ديروهم في العجانه الا بغيتو. انا كانت عندها كميه قليله خدمت غير بيديا. كنزيد الماء كل مره، كنزيد الماء وكنكثروا الماء. غادي نعطيوه الماء مزيان، لانه هو كيتشرب داك الماء وكيتحل كيخفاف، ما تيبقاش ثقيل، لانه هو يثقيل في ثقيل. الا ما شربش الماء بزاف كيولي ثقيل في الخبزه الا طيبتوها. شوفوا كيف ما بان لكم القصريه كانت عامره بالماء. صافي هنا تشرب كاع داك الماء، وخص الخليط يجيكم على هذا الشكل هكا، كله كيتلصق بحال هكا وخفيف في نفس الوقت. هنا انا ضفت الملح، لان انا ما كنديروش في الاول على ود الثلج ودابا بارد باش ما يهبط لياش ولا ما يخسرش ليا الخميره. درت الملح الكافي، واحد المعلقه كبيره. صافي هنا عاوتاني كنبقى نجمع غير بيديا كيف ما شفتوا، كنضربوا غير بيديا. العجينه خصها تجيكم بحال هكا كتلصق في يديكم. داكشي علاش قلت لكم الا ما بغيتوش ديروا العجانه، ولكن غتشوفوا المكون السحري اللي غادي يخليه غير جاي يتماسك في يدي. هنايا بطبيعه الحال كنديروا معلقه ديال الكمون صغيره، هي اللي كتعطي داك النسمه في الخبيزات ديال الشعير، مع 2 معالق كبارين ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون هي اللي غتخليها البنات انه غير تجمع، ما يبقاش يتلصق. صافي هنا كنحاول انني ندخل فيه داك الزيت الزيتون مع داك الكمون، وشوفوا هي العجينه كيفاش ولات. في الاول كانت كلها مشعكه، كتحطي فيها صبعك ولا يديك كلها كتلصق. شوف دابا كتيره معنا. انا هنا حليتها وبرمتها على بعضياتها. غادي ندير لها شويه ديال زيت الزيتون من الفوق غير باش ندهنها باش ما يلصقلياش فيه بلاستيك غذائي. صافي غادي ندير ليه البلاستيك غذائي وغادي نغطيه بواحد الزيف، وغادي نخليه في شي بلاصه دافيه. انايا كان عندي الفران دافي، خليتها في الفران تختمر على خاطرها. بطبيعه الحال كيبقى على حسب الجو اللي عندكم في الدار. انا خدات لي تقريبا مع ديجا الفران دافي، خدات لي واحد 40 دقيقه. وشوفوا لي الحجم ديالها قداش شدات القصريه كامله، تبارك الله. عرفتي كيجي رائع يا البنات. هنايا غادي نحيد لي البلاستيك، وحتى البلاستيكه ما كتلصقش ملي كديروا ليه داك الزيت. داكشي علاش قلت لكم ديروا الزيت من الفوق. هنا انايا كيف ما شفتوا عندي الماء دافي، الماء ولا الماء دافي. انا كنستعمل الماء دافي، كنديروا فيه الدينه اولا زيت الزيتون، كنديروا فيه الدينه باش كنقدوا نهزوا داك العجينه ديالنا بلا ما تلصق لينا في اليد، لانها خفيفه بزاف. المهم انا كنديرها في الماء، ما كنديرش الزيت باش ما نكثرش عاوتاني الزيت. وهنا عندي خليط بين البلبوله الرقيقه مع الدقيق ديال الشعير، خلطتهم. كنشد الخبيزات كنقرصهم على ولا كنكورهم على العبار اللي انا بغيتهم. انا درتهم صغارين وكان هكا كنديرهم في الماء بحال هكا كيف ما بان لكم، وكنعاود نديرهم نفندهم في داك الدقيق ولا في داك البلبوله. الماء علاش؟ باش يلصق لينا فيه البلبوله، باش ما تبقى من طيب ما تفرتتش، تبقى قابطه فيه. كيف ما شفتوا كناخذ العبار بلا ما كنديغازيو العجينه ديالنا، كناخذ العبار اللي بغينا كنديروها في الماء وكنرجعوا نفندوها في داك الخليط ديال البلبوله مع الدقيق ديال الشعير على هذا الشكل هذا. صافي هنا من بعد ما غادي نكمرهم، غادي نضغط عليهم شويه بيديا في اللاطه ديال الفران مسخناه من قبل على 250 درجه. انا عندي اقصى درجه هي 250. غادي ندير لهم انا تقيبات، وقبل ما غندخلهم الفران غادي نقص عليهم. درتهم على 210 ودرت الفرفره يا البنات 210، ودرت الفرفره ودخلتهم 25 دقيقه.
طابوا لي على هذا الشكل هذا مباشره. من بعد ما كنخرجوهم من الفران هما سخانين كنغطيوهم بشي زيف باش هذاك الصهد كيرجع عليهم وكيوليو رطبين معي، ما يقصحوش لينا، كيبقاو هكا رطبين. صافي غنخليهم حتى كيبردوا ولا حتى هكا يدفاو وكنقدموهم. شوفوا لي الخبيزات، شوف كيجيو غزالين البنات. عرفتي داك النسمه ديال الكمون فيهم، يا سلام، وزيت الزيتون كيحمقوا. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد. وما تنساوش انكم تجربوهم، رائعين، مغذيين، صحيين، وكذلك مزيانين لاصحاب الرجيم.